الدهمين هو اسلام الكنسي، وكان شاب مؤثر جدا في المجموعه. الحاجه الثانيه ناس دهمين، انا عاجبني مجلس اداره دهمين في الوقت اللي ما كانش فيه جمعيه وما كانش فيه وجود للجمعيه، الا ان اسم دهمين ظل في المجتمع النوبي قوي. في فريق الكوره اسم دهمين موجود، مفيش جمعيه مفيش نشاط، لكن اسم دهمين كان موجود في وسط الفريق النوبي القوي. فدهمين يعني غنيه بابنائها، وان شاء الله هنشوف بعد ما تبقى ليها جمعيه وليها نشاط هنشوفها حاجه ثانيه خالص. فإلى الأمام دايما ومستنيين منهم الكثير. طبعا أنا سعيد جدا النهارده أول نشاط يمكن للجمعية والمجلس الإدارة إن احنا نشوف الشباب حلو وتكريم أوائل الشهادات. فإن شاء الله المرات الجاية نيجي نكرم علماء بقى موجودين في قلب جمعية بإذن الله. وشكرا لك. نشكر الأستاذ سامي إسماعيل على هذه الكلمات الثقيلة. والآن مع الأستاذ سعود إمام ممثل قرية دهمين ورائد الوزارة التعليم كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبي الرحمة وعلى جميع أنبياء الله. يسعدني ويشرفني من هذا المكان الطاهر بهذه الأنشطة الطاهرة أن أرحب بالأخ مسعد رئيس جمعية النوبة، والأخ سامي، والأستاذ ابن بهاء رئيس جمعية دهمين في القاهرة. بإثارة عن نفسي وإثارة عن قرية الأم بدهمين أشكر جميع أعضاء دهمين الموجودين في القاهرة مما بذلوا من جهد وعرب لحد ما وصلوا بالجمعية، وعلى رسول مجلس الإدارة. السلام عليكم. صراحة يوم سعيد، تكريم الشباب يعني ده حاجة كويسة. أول مرة تبدأ تعمل تكريم الشباب والشابات، وهذا يعني لو يدل على شيء ان اعضاء الجمعيه مبتدئين بدايه طيبه. وفي المراحل المقبله يعني هيتبنى معاهم النظام المتفوقين. في البدايه اشكر الاستاذ ايهاب شكر يعني كنا نعمل على نحو الجمعيه بخدمات جميله، ولما تحققنا التأمين لكم الشكر يا اخواني. تحيه لكم. والآن جاء دور أبناء الكبار وتوزيع الشهادات والجوائز على الطلبة والطالبات. المرحلة الابتدائية الطالبة إسراء وديع عبد الرحمن. الطالبة زينب عبد الخالق عبد القادر. الطالب أحمد إبراهيم إسماعيل النمر. الطالب أحمد سيد عبد الغفار. الطالب إسلام سليمان عبد الصابر. الطالب إسلام
عبد الصالح. النيابة الضابط عمر سيد ابراهيم. الضابط محمد عبد الله موسى. الضابط ابراهيم محمد علي هلال. الضابط عمر عادل عبد المحسن. ودي وشك كده يا عمر. جاي بنورهم بس جاي مش